وإخواننا الفلسطينيون الأسرى والسجناء في سجون الاحتلال الإسرائيلي يخوضون منذ 17 أبريل الماضي إضرابا قاسيا عن الطعام، ويواجهون ببطون جائعة القرارات الجائرة بحرمانهم من أبسط حقوقهم كسجناء رأي وكبشر. لذلك نعبر لهم باسمكم جميعا عن تضامننا اللامشروط، وكذلك عن رفضنا وشجبنا للغطرسة الإسرائيلية التي تواصل الإبقاء على آلاف الفلسطينيين والفلسطينيات قيد الاعتقال الإداري التحكمي الظالم، وفي مقدمتهم المناضل مروان البرغوثي المحكوم بالسجن المؤبد 5 مرات، وكافة رفاقه السجناء الصامدين والذين أعطوا لذكرى نكبة 1948 التي نتذكرها هذه الأيام طعما مختلفا ورمزية جديدة عنوانها الصمود، عنوانها الكفاح من أجل الحرية والكرامة في أفق تحقيق الاستقلال وبناء الدولة الوطنية الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. مؤتمرنا أيضا والحركة الاتحادية تعيش لحظة نوعية جديدة ضمن مرحلة التحول السياسي والبناء الديمقراطي والمؤسساتي في بلادنا، وذلك من خلال رئاسة الاتحاد الاشتراكي لمجلس النواب ومشاركتنا في الحكومة الحالية التي يترأسها الأستاذ سعد الدين العثماني. ولعل هذا وغيره ما يعبر عنه شعار مؤتمرنا: هدفنا الأول والأخير مغرب الديمقراطية، مغرب الحداثة، مغرب التضامن. ضيوفنا الأعزاء، أخواتي إخواني المؤتمرين، سيدات السادة، لقد انعقد مؤتمرنا الوطني التاسع كما نذكر جميعا ونحن في موقع المعارضة، واليوم ينعقد مؤتمرنا الوطني العاشر ونحن ننخرط مع حلفائنا في تجربة جديدة والتفصيل في معالجة تطلعات الشباب والقوى الحية في المرحلة التي نجتازها بما لها وما عليها. مرحبا بالإخوان الفلسطينيين، وقفوا تصفيقا للوفد الفلسطيني العباس الزكي. مرحبا بإخواننا الفلسطينيين، ونعتذر لهم عن كل خلل في الاستقبال أدى إلى تأخرهم عن جلستنا هذه، فشكرا لهم باسمكم جميعا. نشكرهم على حضورهم معنا يعني أنا عباس زكي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض العلاقات العربية والصين الشعبية. جئت في مناسبة أخرى، ولكن الصداقة لهذا الحزب العريق وخاصة مع إدريس لشقر فرضت علي أن أترك المؤتمر الآخر لأشارك بهذا المؤتمر.
فنحن كنا في حزب الأحرار، ولكن جئنا لأنه الاتحاد الاشتراكي مغناطيس جاذب، وخاصة القوات الشعبية منذ تأسيس هذا الحزب العريق، والعلاقة الفلسطينية وخاصة حركة فتح في تقدم مستمر. سعدنا جدا بأن نجد هذا الأداء الرائع وتقرير السيد الكاتب الأول، وأيضا ما ورد فيه من الجديد، وثقتنا عالية بأن هذا الحزب بشبابه وأيضا بمنتسبيه بعلاقاته بتعدد المواهب داخل هذا الحزب سيكون بالمستوى المطلوب. وبالتالي كل ما تقدم هذا الحزب كل ما شعرنا نحن بحركة فتح أن لنا سندا وظهيرا. وبالتالي الموقف أن يبدأ الكلمة ممثل خاص عن حركة فتح في بداية هذا المؤتمر الافتتاحي، حجم الحفاوة والترحيب، حجم يعني العلاقة بيننا وبينهم بروتوكول مشترك، تعاون مشترك وأنا والأخ إدريس لشكر. هذا كله بأكد على أنه نحن وهم في نفس الرؤية وفي نفس الإصرار على أن نتصدى لكافة الإشكالات، سواء تعترض الحالة الفلسطينية أو الحالة المغاربية، لأننا نمثل طليعة أمة، وإن شاء الله قادرين على تدوير الزوايا في الأزمات، وقادرين على أن نعطي الجواب المناسب وقت التحديات. شكرا حضرتك. قضية مؤسسية تضمن المشاركة السياسية الفعلية للمواطنين. أما الطابع الاجتماعي فينبني على نهج سياسة تتوخى العدالة والتكافؤ في الحضور بين الحواضر والأرياف، بين الجنسين، بين الناشطين والعاطلين، بين العاملين والمتقاعدين. سياسة تقاوم كل عناصر التهميش، خاصة تلك التي تطال الأشخاص في حالة إعاقة.